أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية جدا قادمة إلى الجزائر. قبل خوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد. بخصوص الحالة الجوية المرتقبة بالجزائر خلال يوم السبت ويوم الأحد 7 من يونيو، فهناك الأجواء تشير للتوقعات للنموذج الأوروبي بتشكل سحب غير مستقرة مع نزول أمطار وزخات رعدية بجلفة وبسكرة وتبسة وخنشلة وباتنا وباريكا وتيارت والمشرية، وأجواء مستقرة بورقلة وأدرار وتمنراس والإليزي. وخلال يوم الاثنين 8 من يونيو فالأجواء تشير بتشكل سحب رعدية قوية جدا على تبسة وخنشلة وباتنا وباريكا وقسنطين وسطيف وبرج وعراريج. أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية جدا شمال وسط وجنوب وشرق الجزائر حسب آخر تحديث للنموذج الأوروبي. فخلال يوم الثلاثاء 9 من يونيو أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية جدا على بسكرة وقسنطين وتبسة وخنشلة وباتنا وباريكا وسطيف وبرج وعراريج. أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية جدا، ويجب التوخي الحيطة والحذر وتجنب الوديان والمنحدرات، وقد تتشكل سيول وجريان الأودية. فالأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية المتوقعة بالمشرية وكذلك بآفلو وغواط وورقلة وتيارت وتلمسان ومعسكر وغليزان وعين الدفلة وتبازا وشمال وشرق الجزائر، ورياح قوية جدا قد تتشكل سيول وجريان الأودية وبعض الفيضانات خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو. فتشير التوقعات لبعض النماذج الرقمية الخاصة بأحوال الطقس بالجزائر، فهناك أمطار وعواصف رعدية قوية جدا في تقريبا 20 ولاية جزائرية ستكون تحت تأثير هذه الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والرياح القوية مع ارتفاع كبير في درجة الحرارة. خلال يوم الجمعة 12 من يونيو استمرار نزول أمطار وكذلك عواصف رعدية قوية جدا. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالجزائر والأيام المقبلة، فشكرا لكم وإلى اللقاء.